بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. معاكم برد كل متك المنصورة. ان شاء الله النهارده يا جماعة هوريكم اضخم سيستم اكستريم. لو انت شاري مكتبة اكستريم اللي هي فيها افلام ومسلسلات او الرياضة اللي هي القنوات الرياضية، البين سبورت جميع القنوات الرياضية وجميع الافلام وجميع المسلسلات، فبيكون سيستم مدفوع، يا بتشتريه عن طريقنا وليه تمن، يا اما انت بتجيب يوزرات مجانية وتجرب بيها على السيستم. فده لوحده، السيستم بيتباع لوحده واليوزرات بتتباع لوحدها، بحيث اليوزر لو وقف منك وحبيت تشترك مع حد تاني حاجة بترجع لك انت. يعني لو حبيت تشتري السيستم بتاعنا باليوزرات، اليوزرات بتتباع لوحدها، بيبقى يوزر خاص بيك، والمجلة او السيستم بتاع المكتبة بتاعة الاكستريم بيكون بيتباع منفصل لوحده. هوريكم بس كده عرض لشكل المكتبة بعد مجهود كده جبار، بحيث نطلع النتيجة النهائية لشكل السيستم ان شاء الله. هنبدأ اول حاجة باللي هي لوحة الادمن. طبعا اول لوحة ادمن بتفتح كده، بتخش بادمن وادمن واحد اتنين تلاتة، بتجيلك بالمنظر ده اللي هي لوحة المعلومات. بيقول لك هي طبعا لوحة المعلومات اجمالي المشتركين، المستخدمين قد ايه، الخادم بتاعك انت عملت كام، حاطط كام يوزر، ممكن تحط يوزر اتنين تلاتة اربعة عشرة. كل مكتبة بيبقى فيها افلام وحاجات منفصلة عن بعضها، والعميل بينقي، يعني ممكن يخش على المكتبة بيغير بين المكتبات وبعضها. تمام. يبقى هنا إدارة المستخدمين. لو أنا هنا في دي اختصارات اللوحة، لو أنا حبيت أضيف مستخدم على السريع، أو إضافة خادم، وهنا أو إضافة ملف اللي هو ام 3 يو دوت، آه، الرابط اتحط على الفي ال سي، والمولد لما احس ان انا عندي مكتبه وحبيت انا اخرج لملف يشتغل على الفي ال سي، يعني عندي هنا والعكس. لو المكتبه بحط فيها اليوزر الباسورد بتاعي، ومكتبه بقى عندي زي نظام المجله، وهوريها لكم دلوقتي عند صفحات العميل، او انا اعمل العكس، يبقى عندي اليوزرات واحولها الى نظام ملف بيشتغل على في ال سي. طبعا ممكن يشغلها على اي حاجه هو عايزها بقى بعد كده، على موبايل، على شاشه، على اي حاجه زي ما هو عايز. وهنا نسخ احتياطي من السيستم، وهنا سجلات الدخول، مين دخل من خرج، بيبان لك في سجلات الدخول هنا. تاني حاجة بتاعة إدارة المشتركين، هي طبعا بقى من أكاريت يوزرات وأقدر أعدل فيها، بحط باسمه واليوزر والتليفون والباقة بتاعته في اي بي أساسية، باقة بريميوم، حاجة زي كده يا جماعة. ويجيب لك بداية الاشتراك ونهاية الاشتراك، ويقول لك المدة بتاعته قد إيه، بالمدة مثلا بتعمل 3 أيام، شهر، 6 أشهر، سنة، زي ما أنت عايز. بتعملها له باقة مثلا بالعدد بتاع الأيام بالشهر، وتنتهي بتروح قافل عليه، يجدد تاني، بيطلب منك عن طريق الواتس يجدد، او بيكلمك يقول لك جدد اليوزر بتاعي، او تعمل نظام كوبونات. في كوبونات كده بتزود باقات عليها، يقول لك بنفس اليوزر بتاع الحاجه بتاعته بزود عليها كوبون جديد بايام، يعني عايز 3 ايام، عايز 5 ايام، عايز 10 ايام، غير الاشتراك الشهري بتاعه. يعني ممكن ده اشتراك تعمل له اشتراك شهري، هو ممكن يزود بونات، الشهر خلص يقول لك انا عايز 5 ايام او ايه، او اسبوع او يوم واحد. دي اول حاجه. تاني حاجه اضافه الخادم يا جماعه اهو. لو انت معاك مثلا الخادم بتاعك بقى يوزر نيم وباسورد، فانت بتضيف الخادم. تمام. هنا الاكستريم كود ده الخادم بيجيلك عن طريق الاكستريم كود طبعا. تاني واحده اي بي تي في ستريكس ديت ليها عن طريق الماك. في خوادم اكستريم بيبقى ليها الرابط اتش تي بي وليها ماك من غير باسورد. وتالت واحده يا جماعه، لو انت معاك ملف اللي هو ام 3 يو او ام 3 يو 8، الملف يبقى مثلا فيه قنوات عندك رياضيه، او ملف قنوات فيه افلام وحاجات، انت ممكن تضيفه على السيستم بتاعنا ده. هنا بتحط رابط الخادم، وهنا بتحط الباسورد، وهنا تحط الايه اسم المستخدم وتم الحفظ. ويجيب لك المده بتاعت لو اليوزر نيم منتهي، هيجيب لك ان هو منتهي وباقي الايام بتاعته قد ايه. طبعا دي خاصيه يا جماعه جديده جدا، ان يجيب لك جميله في النظام بتاعنا، ان تحط يوزر نيم الباسورد بتشتري من الشخص انت بتشتري منه، بيجيب لك المده بتاعتك قد ايه، والتاريخ بتاعك قد ايه، هينتهي امتى، يعني اليوزر نيم بتاعك هينتهي امتى. لو انتهى يقول لك ان هو انتهى. تمام. نيجي بقى على التالتة، ملفات الام 3 يو. لو انا عندي هنا المكتبة رافعة ملف، لو انا عندي ملف بسميه اي اسم، وبعد كده اجيب الملف ارفع عن طريق الجهاز بتاعي، يبقى الملف عندي جاهز الفي ال سي مثلا في قنوات، وانا برفع عن طريقه بيجي لي هنا في المنظومة دي كده يا جماعة. طب التاني بقى مولد العكس يا جماعة. لو انا عندي مكتبة اكستريم، بختار من دي المكتبات اللي عندي نازلة اهي، دي المكتبات اللي انا نزلتها بسميها اسم انا عايزه. مثلا عايز من المكتبه ديت، بقول لي انت عايز منها ايه، الافلام ولا عايز منها البث المباشر، فبختار انزل منها ايه، وينزل لي عن طريق ملف في ال سي بتشغله
زي ما انت عايز. وهنا النسخه الاحتياطي للسيستم بتاعي، باخد نسخه باك اب باليوزرات وكل حاجه، ممكن ارجعها تاني لو النسخه عندي باظت او السيستم باظ او الويندوز اتغير، وانا برجع الباك اب بتاعي تاني. هنا بقى نظام الباقات والكروت اللي قلت لكم عليها يا جماعه، هي الباقات لو انا العميل خلص العمله بتاعتك بالجنيه، وايه بيقول لك ده الاسم الشعري بيجي لك فيه. هعمل مثلا هنا اضافه كوبون، بيجي له هنا يقول لك دخل الكود، بتدخل الكود بتاعك هنا اللي انت تكتبه، اكتب اي حاجه يعني، اي رقم بتكتبه، وتقول له الوصف بتاع الكود ايه، يوم 2 3 10، وتقول له ايه ايام اضافيه، مثلا اقول له مثلا هنا يوم، بتضيف له على اليوزر نيم الباسورد بتاعه، وهنا الخصم خصمت لك 50% 30%. والحد الاقصى للاستخدام ممكن تشغل جهاز 2 3، انت بتحدد له 3 اجهزه اللي اشتغلوا، جهازين اللي اشتغلوا بنظام اليوزر نيم الباسورد بتاعه. وهنا تاريخ الانتهاء هينتهي امتى، لو خد النهارده عايز تنهي له بكره بيجيب له الانتهاء بتاعه. وهنا رساله تقول لك تم ايه تطبيق الكود بنجاح، واقول له حفظ. طبعا دي كده خلاص انا عملت كوبون، هيجي لي كوبون ينزل مع الكوبونات اللي تحت عندي دي هنا. ودي بقى بدايه للعميل، يعني عميل عايز كوبون بكريت له كوبون واديهوله ويقدر ايه ويشتغل فيه. فالخاصيه الجايه ان شاء الله انا هضيف عليه امر طباعه، ان العميل ممكن انا اطبع له الكارت بتاعه او الكوبون بتاعه واديهوله او مطبوع جاهز. طبعا دي انا هطورها في الموضوع الجاي ان شاء الله يا جماعه، نعمل لك كلمه امر ايه طباعه. هنا الاعدادات طبعا تغيير اليوزر نيم بتاع الباسورد بتاع الادمن. وهنا السجلات اللي هو ايه دخل مين دخل ومين خرج للادمن، بيقول لك المشرف او العميل دخل بيخش من ده السجل بتاعه واقدر امسحه. طبعا عندك هنا اللونين، وضع الداكن بالليل وضع النهاري. نيجي بقى على صفحه العميل. صفحه العميل هتجي لنا بالمنظر ده كده يا جماعه، ان هو اهو هدخل كلمه اليوزر والباسورد بتاعي مثلا الافتراضي 4 اصفار، وادخل كده على صفحه العميل. صفحه العميل كده هتجي لي بالظبط بالمنظر ده، يقول لك هنا اسم اليوزر، وهنا التاريخ الانتهاء بتاعي، هيقول لك متبقي كام يوم، تمام، ويقول لك وقت الايه تشغيل الخادم اللي انت شغلت فيه السيرفر. هنا بتاعت خاصيه الكوبون يا جماعه، اللي عملت له كوبون اهو، لو اشتراكه انتهي هيقدر يخش على صفحته عادي، بس يقول لك ممكن تضيف كوبون، ان هو يقدر يضيف كوبون ايه عدد ايام زياده. وهنا عرض الاشتراكات اساسي مميز سنوي، لو هو عاوز بيقول كلمه تجديد هيحوله على الواتس ويب او الواتس بتاع الموبايل، ويكتب ويبعت له رساله للمدير ويقول له ايه ان انا عايز اجدد الاشتراك كذا. نيجي بقى على النقطه اللي تحت دي كده يا جماعه اهي، اللي هي بتاعه البث المباشر والافلام والمسلسلات. طبعا هي بتيجي للعميل ما بيبقاش جايه جاهزه كده، هنا بيقول لك اختار الخادم اللي انت عايزه. طبعا انا بختار اي خادم من الخوادم ديت حسب المدير اللي بي ايه لوحه الادمن اللي بيحطها، عنده 10 خوادم بيظهروا 10 خوادم عند العميل. فانا اختار اول خادم كده بالمنظر ده، هيجيني الاقسام بتاعه البث المباشر. هختار هنا مثلا البين سبورت. نيجي بقى هنا على الافلام. الميزه ده انا بقى عندي هنا في السيستم عملت كاش للصور، يعني كل ما اجي ادخل كده على الصور المفروض انها بتحمل من الانترنت، لا الصور دي بتخزن في جهاز المدير او جهاز الادمن. ان الصور دي كل ما اجي ادخل على صور جديده عشان تجي لي بسرعه ما تقعدش تحمل على النت كل مره، عملتها كاش بفرنج للايه للصور. يعني كل ما اضغط كده على مكان هلاقي الصور جايه لي كلها جاهزه مره واحده، مش نظام إنها ايه تسحب من على النت كل شويه، او مش بتخزن على جهاز العميل، لا بتخزن على جهاز الادمن او المدير. طبعا كده الافلام يا جماعه نشغل كده فين، اول ما بطلع لي اللينك بتاع دود بانشر ده اعرف ان الفيلم خلاص كده اشتغل وبيشتغل معانا الفيلم اهو، تمام. وهنشوف بقى مكتبه المسلسلات، نقفل او اغلاق. هنجيب مسلسل مثلا زي ده. طبعا المسلسلات يا جماعه بتيجي على نظام حلقات، كل حلقه وليها مختصه بنفسها. مثلا اختار الحلقه رقم 10 واشغل المسلسل. طبعا المسلسل لو جاب لي هنا عداد وقت اعرف ان المسلسل كده شغال والرابط بتاعه شغال. طبعا كده يا جماعه ده السيستم بتاعنا نظام اهوت. وان شاء الله لو في اي تطويرات ولا حاجه هنقدر نضيفها او نزودها، ناقص بس الشغل بتاع طباعه الكوبونات، يبقى كده خلاص ايه السيستم بتاعنا منتهي. طبعا بغير برضو اللون والحاجه. والميزه الافضل ان السيستم معانا اقدر ان هو يقدر يشتغل على شكل الموبايل او تطبيق الموبايل. لو انا جيت خرجت شكل السيستم الخروج بتاعنا اهو، ده الرابط اللي بيروح عند العميل بيتشغل بيجيله بالمنظر ده اول حاجه ايه على التليفون بتاعه اهو بالمنظر ده. شكل الايه السيستم على التليفون يا جماعه بيبقى شكله المنظر ده كده. هدخل لوحه العميل تاني اهي، تمام كده يا جماعه.
شكرا، والسلام ورحمة الله وبركاته.